ده كنت رايحة اودي البتاع عند الخياطة وتأخرت شوية، يجي 5 دقايق كده. جه وملقانيش، راح جاي مسكني انا وامي ضربني بالخرطوم. انا خدت ايه بقى هدومي، خدت طقم هدومي وسبت البيت ومشيت. جيت بقى هنا كنت نازلة، لقيت نازلة عشان ادور على شغل. لقيت في ناس قاعدة، قعدت مع قالوا في اعتصام ومش عارفة ايه. رحت جامع عمر مكرم، بقيت ابات هناك. ولقيت النهارده لقيت ناس بتحدف طوب، حدفت معاهم وبقيت اهتف معاهم. اسمي مصطفى إبراهيم محمد السيد، 16 سنة. جيت أنا وواحد صاحبي وتعرفنا على واحد اسمه سيد. سيد ده يعني اتكلم معايا وبتاع واتفق معايا على الحكومة، وأنا كنت في نيتي كده، بس غصب عني أعمل إيه. راح خسر مخي بكلام أنا مش عارفه، ما فهموش في السياسة. رحت عملت لهم مولوتوف ودخلت الخيمة بتاعت الأنترس، لقيت شماريخ وازاز بلوتوف. طب اديني 50 للبنزين وانا 100. وبعدين بتعمله ازاي؟ وثبت كده بتعمل البلوتوث ده ازاي؟ كنت حضرتك بملى الازازة ربعها، وربع الازازة دي بغطيها بقماشة عشان يجي بقى يردها ويضرب على طول. شغال انا في حلوان. انا كنت في الاساس نازل ده ان انا ادور على اخويا قابلني بتاع شريف الروبي بتاع 6 ابريل، عشان هو قال لي هتقف معانا امن وكده. وفي الخيمه بتاعته مكتوب هنا يركض شريف الروبي، قال هديكم 100 جنيه حضرتك كل واحد، وتعرسوا الادويه وكل حاجه. قلنا له ماشي، وكان بيجيب لنا اكل وشرب. كنت حضرتك بحدف طوبه وماسك عصايه وفيها ولعه. شريف الروبي هو اللي قال لي. كنت باجي هنا تحت عمليه، كنت باجي عشان اكل. مين اللي بيجيب لك الاكل؟ ما كانوا موزعوه هنا في المدينه، كانوا موزعوه هنا. عن واحد اسمه مازن. كان بيوزع اكل بس؟ مخدرات وبرشام وبنج وفلوس واكله.